السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلب فراويل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. انا بشكر اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني باللايك والاشتراك. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايب قلبي، ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم الجميلة. تسلموا لي يا حبايب قلبي. بس ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك والكومنتات بتاعتكم الجميلة اللي بترفع من روحي المعنوية. يا رب يدومكم في حياتي نعمة اخواتي وحبايبي. هتتكلموا عليا يا فراويلة معايا يا حبايبي، كذا موضوع هتكلم فيه. أول ما نبدأ طبعا نقول للخالة حلمية ألف مليون مبروك على العمرة وعقبال الحجة الكبيرة بأمر الله. طبعا الخالة حلمية كانوا طبعا حبايبها واخواتها رايحين طبعا يسلموا عليها، حنان وعولة ولبنى ورانيا. وطبعا يا حبايبي اجواء جميله قوي قوي قوي. وبتقول كان الحاج صاصه وحسن وكله. يا بنت ام الدواهي، يا بنت يا صفرة ما رحتيش ليه يا بنت؟ انت يا بنت يا صفرة ما رحتيش تسلمي على اختك ليه يا بنت؟ امال الفلحه بس احنا كليتنا اخوات واللي داخل ما بيننا خارج. ما رحتيش ليه يا بنت تثبتي النيه بتاعتك يا بنت السودا اللي شكل وشك يا بنت، وتسلمي على اختك يا بنت؟ انت مصطفتي يا بنت؟ انت من صفتي ما رحتيش ليه تسلمي يا بت على اختك يا بت؟ يا لهوي، صفرة صفرة يا بت يا ام الدواء، جايالك جايالك. المهم طبعا واجواء جميله والخاله حلميه عماله تزغرط. ربنا يا رب يدوم عليك الانبساط ويدومها في حياتك نعمه. وعقبال الحجه الكبيره. وعم تسوقي طبعا الراجل الغلبان الراجل الجدع. وكان اجواء حلوه قوي قوي، وكله بيغني وبيسقف. وعقبال ربنا ما يرزقها الكل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. وتروحي وترجعي بالسلامة يا خالة حلمية، انتي ونرمين وعيالها والحاج تسوقي وطارق. وانتوا تستاهلوا كل خير، والله الواحد فرحان فرحان فرحان. وعقبال الحجة الكبيرة، اللهم امين يا رب العالمين. ومعانا حبايبي موضوع تاني. البت ام جوج طلعت علينا يا حبايبي بالاصفر يا خراشي. يا لهوي يا ولاد على الاصفر، والله العظيم ثلاثة والله. فكرتني بالمرحوم يوني الشلبي يا حبايبي، وهو عمال يجري شمال ويمين. لابسنا يا حبايبي الدرستاية القصيرة وتحتيها الاسترتش يا حبايبي، وعاملة عمايلها يوني الشلبي بيجري شمال ويمين وشمال ويمين. وعامله مكرونه يا حبايبي وبيض. وكل يا مازن بيض. وكل ما اكل اهو يا ام جوجو، انا باكل يا ام جوجو. هو يا مازن بيض اصلا؟ هو ناقص بيض ايه يا ام جوجو؟ هو اصلا مازن اصلا بيض ذات نفسه يا ام جوجو. وطبعا يلا يا حبايبي نعمل الروتين. يلا يا حبايبي وجرينا يا حبايبي نعمل معاها الروتين. البت الفراشه يوني الشلبي يا حبايب قلبي. يا عم يونس هتعمل ايه؟ جرت طبعا يا حبايبي الانتريه ورش، والبيت كله لازم يشتغل معاها. لازم مازن يشتغل، والعيال اللي قاعده من المدرسه صياع دول يشتغلوا، واللي قاعد من الشغل لا شغله ولا مشغله يشتغل، كله بيشتغل تحت امر ايه؟ ام جوجو يا حبايبي ايه؟ يونس الشلبي. وكل بيمسح وكل ايه بيجري من هنا وبيجري من هنا عشان تعمل ايه؟ تعمل اعلان للحافظه اللي جايه لها شحاته وجايه لها هديه. طبعا عملت طبعا يا حبايبي الاعلانات وورتنا طبعا الحافظات، وبصوا الحافظه دي وبصوا الحافظه دي. والله العظيم يا ابو جوجو ما باين عليكي اي حاجه، الله الوكيل يعني ما باين عليك. هتبرميهم وتشيليهم برضو تدكنيهم وهتقعديهم برضو على السيراميك في عز التلج. انت معروفه عنك كده يا بنت يا ام جوجو. يونس يا شلبي، والله العظيم ثلاثه يونس شلبي وهو بيجري شمال ويمين. انا لبست لكم الاصفر اهو، لبست لكم الاصفر. هي ناقصه صفار؟ ما انتوا صفر خلقه، انتوا صفر خلقه يا بنت. هي ناقصه اصفر يا بنت؟ ما كفايه الداخل اصفر، هيبقى داخل وخارج، ده هيبقى كتير علينا قوي قوي يا بنت يا ام جوجو يا بنت. وتعالوا يا ولاد يا بنت يا جوجو تعالي كلي يا مازن كل بيض. ما تاكلوا بيض، هم اصلا بيض هتاكلوهم بيض؟ يا اختي ارحمينا شويه يا اختي، يا عيله بيض، انتوا عيله بيض والله العظيم. المهم يا حبايبي قعدت خدتنا مخمطتنا من شمال ليمين لشمال ويمين. ويون الشلبي بيجري في الشقه من هنا لهنا لهنا لهنا. قال ايه هدومها دقت عليها ومش لاقيه حاجه تلبسها، فطلعت لكم الدريسايه الصفرايه تلبسها يا حبايبي وترزعها في وش المتابعين كده الاصفر ده. والله العظيم ثلاثة ما في أصفر منكم يا بنتي يا أم جوجو، ولا أنت ولا أخواتك، الله الوكيل يعني. أصفر دوت بتاعكم أنتوا، اختصاصكم أنتوا، صدقيني والله يا بنتي يا أم جوجو. وبيتكلمنا على ايه يا حبايبي؟ قال في قنوات نقد محترمين ومؤدبين، وفي قنوات نقد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش عارفه قالت ايه تاني يا حبايبي والله. اعوذ بك من الخبث والخبائث. يا اختي ده انت بتخشي يا بنتي وتفتحي لنا الحمام وتقعدي تعملي البيبي، ما بنسمعكيش يا بنتي تقولي الكلمه دي. فين قنوات النقد؟ قنوات النقد كلها محترمين. بصي
رغم انفك الكبير دوت اللي واخد وشك كله غصب عن علم خارج، اللي عامل زي حجر الجوزه ده. قنوات النقد من اكبر قناه لاصغر قناه كلهم محترمين ومؤدبين وولاد ناس و... ومتجوزين رجاله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. قبل ما تغلطي شوفي نفسك الاول، قبل ما تغلطي شوفي نفسك الاول. اعوذ بالله من الخبث والخباث منك انت، منك انت يا قطعة الارحام، يا اللي مقطعه اخواتك، يا اللي مش يا اللي كاره الخير لاخواتك، يا اللي البت شروق لما المشاهدات عليت عندها ال 100,000 و 90,000 خفت لها قناتها عشان عليت عليكي ومشاهداتها عليا عليكي، فخفتي للبت القناه بحجه ان رجعوا مصر تاني يا حبايبي. ما انت كنت واكله حالك بالك ورجعتيهم وقعدتيهم ورحتي عملت لهم جبت لهم الخزين وتقفي معاهم عشان الداعمين يبعتوا لهم. لما البت المشاهدات عليت معاها وربنا كرمها ومشاهداتها عليت مشاهداتك، ضربتيها كرسي في الكلوب. يبقى مين فينا يا بت العوذ بك من الخبث والخبائث؟ ده انت شطانه، ده انت شطانه. وقنوات النقد اوعي تفتحي بقك ولا انت ولا غيرك على اي قناه، من اكبر قناه لاصغر قناه، عشان هنسفلت بيكي يا يونس يا شلبي اليوتيوب. فاهمه؟ فاهمه ولا ما انتش فاهمه؟ فاحترمي نفسك لما تتكلمي على اسيادك، اتكلمي محترمه. اوعي تفتكري ان الفلوس عملتك بني ادم. لا 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 لا، فلوس بتغير، بتجيب هدوم، بتجيب عربيات، بتجيب عقارات. من اين لك هذا؟ معاكي في الكلام ده، لكن بتغير اصل؟ لا يا حبيبه قلبي. فما تتكلمي على قنوات النقد بطلي غلط وقله ادب، عشان مش هنطلع نسمع عليكي. عرفتي يا انبوبه يونس يا شلبي؟ ومعانا موضوع تاني يا حبايب قلبي طبعا. كنا طبعا ام الدواهي طالعه طلع لنا طبعا الحاج عبد المجيد رايح طبعا يتسوق يا حبايبي. الست الشاطره يا حبايبي اللهلوبه، ده اللي يسموه الست الشاطره اللهلوبه يا حبايب قلبي. هي قاعده في البيت تعمل الروتين، وهو يا حبايبي بيتسوق زي الحريم. يختي على الرجاله، الرجاله ماتت في الحرب والله العظيم. ضرب لنا الجلابيه يا حبايبي شكل الكنزايه وراح السوق، جاب لها الفيزوليا وجاب لها الفلفل وجاب لها شويه خضار، ومقروص في ايديه طبعا مش عاجبها ما جايبه يا حبايبي، عشان هو بخيل ومقروص في ايده. هي اما بتروح بتجيب حاجات طبعا ايه بفتره وحاجات ايه بزياده، فهو لا هو ايه محدد كده الحاجات، فهو مش عاجبها. مطلعه له يا حبايبي لا مؤاخذه ضبها 10 متر وعماله تبكت فيه، وده قليل وده مش قليل، وانا كنت اجيب وانا اعمل وانا اسوي. بس يلا كتر خير، وتعالوا يا حبايبي نعمل السبانخ. يا بنت ام الدواء، ما رحتش ليه يا بنت تسلمي على اختك يا بنت حلميه يا بنت؟ هي مش الامور كده هديت يا بنت؟ مش تبادري يا بنت بالخير يا بنت، تروحي تسلمي على اختك وتقولي لها تروحي وتيجي بالسلامه يا اختي؟ اختي مش تقولي لها تروحي وتيجي بالسلامه يا بنت يا ام الدواء يا بنت؟ ولا انتوا زي الوز حنيه من غير ها؟ ايه يا بنت يا ام الدواء يا بنت؟ انت يا بيت، ولا هو بس قنوات بس اللي اكلتهم الجبنه والمتابعين اللي اكلتهم الجبنه، واللي في القلب في القلب يا بيت؟ انت يا خرابي على صفر وشكوا يا عيله الدود، والله العظيم ربنا مصفر في وشكوا من اعمالكم، من اعمالكم ونيتكم اللي ما يعلم بها الا ربنا. روحي يا بنت سلمي على اختك يا بنت وخديها في حضنك وقولي لها تروحي وتيجي بالسلامه يا بنت. ها مش ام نرمين؟ نرمين دي بنتي بعد ما فضحتها وكرستها في البلد كلتها بقت بنتي. ده نرمين دي بنتي يا ولاد، والله العظيم ده حبيبتي وبنتي بجد والنبي. كان من امتى الكلام ده؟ بعد ما فضحتيها وجرستيها وخربت لها بيتها اكتر من مره يا ام الدواء يا صفرة، يا ام الدواء يا صفرة، اشربي بيبسي يا صفرة. ومعانا حبايبي البت وفاء يا حبايبي الترندي يا بت يا وفاء يا لهوي. وفاء طبعا يا حبايبي البت اللي كوت لنا الكارتة وعملتها بروتين وعملتها زفت الطين على دماغها يا حبايبي، وطالعة للمتابعين بصوا مستحلفة لهم. انتوا ليكوا ايه عندي يا حين؟ محدش ليه حاجة عندي يا طنط شفيقة. طنط شفيقة في ايه يا طنط شفيقة؟ بقول لكم ايه، محدش ليه دعوة بي، انا مش عارفة ايه. بس يا حبايبي وعمال انا اعمل ايه؟ محدش ليه دعوه بيا، انا اعمل لكم ايه؟ انا براحتي اللي براحتي، ولا حد بياكلني ولا حد ليه حاجه عندي. محدش ليه حاجه عندي، لا يا كارته محدش ليه حاجه عندك. اعملي ما بدالك، امشي بشعرك، امشي من غير شعرك، امشي زي ما تمشي. العيب مش عليكي، العيب على الراجل اللي متجوزاه وعلى ذمته.
هو ده العيب عليه. تطلعيش بس تخنفي لنا يا طنط شفيقه وتقعدي تعملي لنا فيها واحده. احنا قلنا قبل كده نطلع صوره البابا بتاعك، صوره البابا. هو صوره البابا يفوقك لنفسك يا بنتي يا وفاء. بنتي يا وفاء احنا هنطلع لك صوره بابي يفوقك لنفسك يا بنتي، يخليكي تبلعي لسانك، خليكي تبلعي لسانك خالص يا بنت يا فوق، عشان انت كده زودتيها. نسيتي اصلك يا بنت يا فوقه يا بنت، انت نسيتي اصلك والله العظيم. كوينا الكارته وكل من كوى الكارته بتاعته ونعمها هيعمل واحده. لا والله العظيم انت تفهمين الحياه غلط خالص خالص خالص. ده انت كارته يا بنت، ده انت كارته يا بنت يا وفاء يا بنت. يا بتاعت، يا بتاعت والله ده كل الكومنتات عاملين يقولوا لك شكلي مش عارفه مين انا خلقتك شريفه يا رب، خلقتك شريفه. انا ما بعيبش على الخلقه، بس فوقي لنفسك واتكلمي باحترام واتكلمي بادب. وبقى كفاياكي غلط في المتابعين وكفاياكي قله ادب في المتابعين، عشان المتابعين ما يستاهلوش منك كده. فهمت يا طنط شفيقه؟ بنت يا فوق طنط شفيقه، انا هعرض لك صوره بابي وهحطها لك على البانر كده عشان تفوقي لنفسك يا بنت يا فوق. فهمت ازاي؟ حبايب قلبي، لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.